سأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصف له الفتن التي تحدث في آخر الزمان، وأن هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، فقال حذيفة: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. قال: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فهذا حديث عظيم يبين ما يجب على المسلم عند حدوث الفتن والشرور، أن يلزم طاعة الله. ولهذا جاء في الحديث أن الاشتغال بالعبادة وقت الهرج أنه هجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تدخلوا في هذه الفتن والشرور وتشغلوا وقتكم بدون فائدة، أو يكون كلامكم مما يشعل الفتن ويزيدها. فاتقوا الله وانجوا بأنفسكم، وانصحوا من ترونه يقبل النصيحة من إخوانكم.